عمركم تخيلتوا باللي الحنة اللي هي رمز الفرح والزينة تقدر تولي سبب في اختفاء بشر ودخولهم لعالم ما منه رجوع؟ هذه قصة حنان، أشهر نقاشة في دوار قريب من الصويرة، اللي كانت يديها كتخرج العجب، ولكن السر اللي مخبياه كان كبر من الخيال. في واحد الليلة ديال الشتاء والغرد كيقراص، كانت حنان راجعة من عرس بعيد في واحد الطاكسي. الطريق كانت خاوية ومظلمة. غير وصلوا لواحد البلاصة سميتها غابة سيدي مخلوف. السائق زير على الفوران وقال لها: لاله حنان، إلا شفتي شي حد واقف في الطريق سدي عينيك وما تهضريش معاه. حنان ضحكت بتهكم وقالت ليه: اش هاد التخربيق؟ ولكن ثواني قليلة وبانت ليهم بنت صغيرة وسط الطريق، لابسة قفطان ابيض وشعرها مغطي وجهها. حنان بفضولها القاتل هبطت الدجاج وسولاتها: بنيتي، واش محتاجة مساعدة؟ تم فين وقعت الصدمة. البنت هزات راسها وما كانوش عندها عينين، غير حفرة كحلين كيسيل منهم الظلام. السائق اكسيليرا بأقصى سرعة وهو كيرجف، ومن تم حلف ما يبقى يزيد معها خطوة. من بعد أيام جاها طلب لواحد العرس كبير. العروسة سكينة كانت شاحنة وكترعد، وقبل ما تبدا حنان النقش شدات في يديها وهمسات ليها: إلا سمعتي الدق في الليل ما تحليش الباب. في ديك الليلة حنان كانت ناعسة في بيت الضياف حتى سمعت خربشة مرعبة في الحيط، ومن بعد جا الصوت ديال سكينة من وراء الباب: حنان حنان حلي ليا. حنان قربت تحل، ولكن الصوت فجأة تبدل ولا غليظ وكيرعد: بغيت الحنة ديالي. وفجأة يد كحلة طويلة بانت من تحت الباب، والنقوش اللي فيها هي نفس النقوش اللي كتنقشها حنان. حنان هربت لدارها وهي مرعوبة، ومشات عند واحد العجوز شوافة معروفة بفك الرموز. غير شافت الحنة اللي كتخدم بها حنان وجهها ولا صفر، وقالت لها: هادي ماشي حنة، هادو أختام سحرية وردتيها على جدتك اللي كانت خدامة مع ملك من ملوك الجن. أي عروسة نقشتي ليها فتحتي عليها باب لعالمهم، وداكشي علاش سبرينة اختفت. حنان قررت تحرق العلبة الحنة القديمة، ولكن غير شعلات العافية في قلب الدار طفى الضوء، وخرجت ليها جداتها الميتة بوجه متشقق وعينين حمرين، وقالت ليها بصوت كيزلزل الحيطان: العهد ما كيتكسرش، والدم اللي في نقوشك هو اللي كيروينا. الضلال دارو بحنان وبدات يديها كتحرك بوحدها كأنها مجبورة تكمل النقش للريح. صرخات حنان وهزات العلبة ورماتها وسط النار بقوة، وواحد الصرخة هزات الدوار كامل قبل ما يرجع السكوت. دازت شهور والناس كيقولوا حنان اعتزلت وسدات عليها الدار، ولكن الغريب هو أن كاع العرائس اللي نقشت ليهم بداو كيغبروا وحده ورا وحده. وإلا دزتي من قدام دارها في التالي الليل غتسمع صوت مرا كتغنيك هدوء: الحنة يا الحنة. وإلا طليتي من الشرجم غتشوف حنان جالسة كتنقش لواحد الخيال، ولكن وجهها مسموح وبلا عينين. إلا وصلتي حتى لهنا وعجبتك هذه الرحلة في عالم الرعب المغربي، ما تنساش تخلي لايك وتشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. كاين بزاف ما يتحكى على أسرار الدواوير والجين. وقبل ما تمشي قولي في لي كومونتير واش عمرك شكيتي باللي شي نقشة الحنة فيها شي حاجة ماشي هي هذيك. للمزيد من القصص المرعبة ضغط على زر المتابعة ودق الجرس باش يوصلك ديما الجديد.